في عام 2015 بينما كانت جينيفر دوكر قبطان قارب ومدربة غوص تنظف هيكل قاربها الزجاجي في نهر تشيبو ييغان في ميشيغان، لفت انتباهها شيء غير عادي: زجاجة خضراء صغيرة تستقر في القاع. بدافع الفضول التقطتها ووجدت بداخلها ملاحظة قديمة مذهلة تعود إلى نوفمبر عام 1926. كتب فيها: إذا وجدت هذه الزجاجة يرجى إعادتها إلى جورج مورو في تشيبويغان في ميشيغان، مع ذكر مكان العثور عليها. مندهشة من الاكتشاف شاركت دوكر الصور على فيسبوك على أمل العثور على أقارب الكاتب. انتشرت القصة كالنار في الهشيم حتى وصلت إلى ابنة جورج مورو التي أكدت أن الملاحظة تعود لوالدها الراحل الذي كان يحب ترك المفاجآت. بالنسبة لدوكر لم يكن مجرد اكتشاف أثري، بل رحلة عبر الزمن تربط الماضي بالحاضر. بعد قرابة قرن تحقق طلب جورج، مما جعل القصة لمسة دافئة تربط الأجيال وتلهم الناس في جميع أنحاء العالم. أنا إبراهيم من غزة، اعمل لي متابعة للمزيد ويعطيكم العافية.